من أفضل مميزات الواتساب الذهبي هي عدم حذف الرسالة من عندك. على سبيل المثال لو رحنا على الواتساب بالشكل دوت، زي ما احنا شايفين هنا عندنا رسالة، هنبدأ نضغط عليها وبعدين هندوس على كلمة حذف وبعدين هندوس على الحذف لدى الجميع. هنروح على الواتساب الذهبي بالشكل دوت وبعدين هنضغط على الرسالة. زي ما احنا شايفين كده الرسالة ما اتمسحتش من عندنا، ولكن ظهر هنا علامة ان الطرف الثاني مسح. دي احد مميزات الواتساب الذهبي. لو انت عايز تتعرف على باقي المميزات تابعنا للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في درس جديد من دروس قناة الشاملة. زي ما احنا عارفين ان الواتساب الذهبي زي الواتساب العادي مفيش اي اختلاف، ولكن الواتساب الذهبي عليه شوية اضافات ممتازة بتميزه عن الواتساب العادي. احنا هنستعرض مع بعض كل مميزات الواتساب الذهبي، ولو انت عايز تنزل التطبيق في اول تعليق هتلاقي رابط التحميل. لو دخلنا على الواتساب من الخارج بالشكل دوت، دي واجهة التطبيق العادية. اول حاجة بتقابلنا هي وضع الطيران. لو ضغطنا على وضع الطيران بالشكل دوت، هنا في امكانك تفصل النت عن التطبيق فقط لا غير. وزي ما احنا شايفين كده بيقولك اثناء تشغيل وضع الطائرة لن تتمكن من ارسال الرسائل او استقبالها. لو انت عايز تفعل الخاصية ديت بتدوس على تفعيل. تاني حاجة هنا هي علامة الحساب او علامة الزائد زي ما احنا شايفين هنا، وفي امكانك من الاختيار دوت بتضيف كذا حساب او كذا اكونت. تالت اختيار معانا في الواجهة الرئيسية هي علامة القمر بالشكل دوت. لو ضغطنا عليها دي بتحول لنا التطبيق للون الداكن او للون الفاتح على حسب ما انت عامل التطبيق. عشان ندخل على مميزات التطبيق بنبدأ نضغط على الثلاث شرط في الاعلى بالشكل دوت وبعدين بنختار اضافات الذهبي. اول حاجة بنخش على الحماية والخصوصية، واول اختيار بيظهر معانا هو اخر ظهور. هنبدأ نفعل الاختيار دوت. الاختيار دوت بيبدأ يخفي اخر ظهور لينا على التطبيق. تاني اختيار معانا هو تجاوز المشاهدة لمرة واحدة، يعني في إمكانك تشوف الفيديو مرة أو 2 أو 3 أو 10 مرات غير محدودة لو صاحب الفيديو بعتلك الفيديو إنك تشاهده مرة واحدة. تالت حاجة وهي من المميزات المهمة جدا هي من يستطيع الاتصال به. لو ضغطنا عليها بالشكل دوت هنلاقي هنا الكل أو جهات الاتصال أو جهات الاتصال باستثناء او تحديد من جهات الاتصال او لا احد. في امكانك تختار لا احد لو انت مش عايز حد يتصل بيك نهائي. نيجي لاهم مميزات التطبيق وهي اخفاء مشاهدة الحالة. يعني لو انت شاهدت الحالة ومفعل الاختيار دوت مش هيظهر للشخص اللي منزل الحالة انك شاهدتها. نيجي للاختيار اللي بعد كده وهو منع حذف الحالات. يعني لو صاحب الحالة نزلها وبدأ يحذفها هي مش هتتحذف من عندك، هتفضل موجودة. الاختيار اللي بعد كده هي منع حذف الرسائل، ودي اللي شرحناها في اول الفيديو. ودي معناها لو حد بعت رسالة وحب يحذفها بعد كده مش هتتمسح معاه. الاختيار اللي بعد كده هو اظهار الصحيح الازرق فقط بعد الرد، ودي معناها لما الصديق يبعت لك رسالة وانت بعد ما ترد عليه بيبدأ يظهر العلامتين الزر او علامتين الصح الزر ان انت شفت الرسالة. بعد كده لو دخلنا على جهات الاتصال بالشكل دوت بتبدأ تحدد من جهات الاتصال فقط ان كان اخفاء الصحين الازرق او اخفاء علامة الصح التانية او اخفاء تسجيل الصوت او اخفاء الكتابة وتسجيل الصوت. لو انت عايز تختار حاجة من الاختيارات ديت بتبدأ تفعلها على جهات الاتصال الخاصة بيك. نيجي للحاجات برضو المهمة في تطبيق الواتساب الذهبي وهي قفل الواتساب بنمط او برقم سري. وطبعا لو الهاتف بتاعك بيدعم البصمة هيبدأ يجيب لك قفل الواتساب من خلال البصمة. لو انت عايز تفعل الخاصية دي بتبدأ تضغط على الاختيار دوت وبعدين بتختار رقم سري او بصمة او النقشة اللي انت عايزها او النمط اللي انت عايزه. وبعدين لو رجعنا للخلف بالشكل دوت واخترنا الشاشة الرئيسية زي ما احنا شايفين كده، هنا رابع اختيار معانا هو اختيار الحالة. هنبدأ نضغط عليه بالشكل دوت. اسفل الاختيار دوت هي حالة 5 دقايق. لو انت عايز تنزل حالة 5 دقايق بتبدأ تفعل الاختيار بالشكل دوت، ولكن اللي بينزل الواتساب الذهبي بس هو اللي بيبدأ يشوف ال5 دقايق كاملين، لكن اللي منزل الواتساب العادي بيشوف 30 ثانية فقط لا غير.
نبدأ نرجع للخلف عشان نستعرض بقية المميزات. هنبدأ نخش على السمزات الخاصة بالتطبيق بالشكل دوت، وهنا بيقول لك لو انت عايز تحمل شكل هتبدأ تشوف الشكل اللي انت عايزه، وبعدين بتدوس على انستول او على تثبيت. وفي اخر الاختيارات هنا عند اعادة الضبط، لو الشكل اللي انت نزلته مش عاجبك بتبدأ تعمل له اعادة ضبط بيرجع للشكل الطبيعي. كمان تقدر تعدل على جميع الالوان الخاصة بالتطبيق من خلال الالوان بالشكل اللي احنا شايفينها ديت. بتبدأ تختار اللون اللي انت عايزه، زي ما احنا بنقول كده بتشكل التطبيق زي ما انت عايز. في اختيار هنا كمان الستايل والشكل بالشكل دوت، هتبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه وتحمله. كمان في مميزات جدا وهي تغيير ايقونة التطبيق، لو انت عايز تعمل ايقونة غير التطبيق ما يظهرش بالايقونة الرئيسية. وكمان في تغيير ايقونة الاشعارات زي ما احنا شايفين كده، بتبدأ تختار شكل الاشعار اللي انت عايزه. لو ضغطنا على الخلف بالشكل دوت هنلاقي الميزة الجميلة جدا، ولكن دي موجودة في كل الواتساب، هي النسخ الاحتياطي والاستعادة. لو ضغطنا عليها بالشكل دوت هتبدأ تضيف ايميل عشان تبدأ تعمل نسخ احتياطي لو حبيت تستعيد الملفات مرة أخرى. كمان من ضمن مميزات التطبيق هي إخفاء الدردشة. لو أنت عايز تعمل إخفاء لأي دردشة بتبدأ تضغط عليها بالشكل دوت، وبعدين بتضغط على علامة العين بالشكل دوت، وبعدين بتختار النمط اللي أنت عايز تقفل بيه. طبعا أنا عندي نقش ورقم سري، أنت ممكن يظهر لك اختيار البصمة لو أنت الهاتف بتاعك بيدعم البصمة. أنا أختار نقش بالشكل دوت، وابدا اعمل النمط اللي انا محتاجه، على سبيل المثال النمط دوت، وبعدين برجع اضغط على العين تاني بالشكل دوت، وبعدين برسم النمط اللي انا عملته. زي ما احنا شايفين كده الدردشة اختفت معايا. طيب انا لو عايز اجيب الدردشة دي هجيبها منين؟ جنب علامة الطائرة بالشكل دوت هلاقي كلمة واتساب، هبدأ اضغط عليها وبعدين هرسم النمط اللي انا عامله، هيبدأ يظهر لي الرسالة. لو انا عايز اظهرها في وسط الدردشات تاني بعلم عليها بالشكل دوت، وبعدين بضغط على علامة العين وبعدين برسم النمط، بتبدأ ترجع للدردشات تاني بدون اي مشكلة. وبرضه من المميزات الجميلة جدا هي تغيير الصوت. ازاي نغير صوتنا على تطبيق الواتساب الذهبي؟ لو ضغطنا على الدردشة بالشكل دوت وبدأنا نخش على الثلاث شرط في الأعلى وبدأنا نضغط على تغيير الصوت، بيبدأ يفتح لك الاختيارات دوت. على سبيل المثال ممكن تختار طفل أو مراهق أو عميق أو سريع. اختار الصوت اللي انت عايزه وابدأ اعمل المرح مع أصدقائك أو مع أي شخص انت بتريده. دي أغلب مميزات تطبيق الواتساب الذهبي. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انت استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ولو عندك أي استفسار اكتبه لي في التعليقات.